ببيضة واحدة هتعملي أحلى كوكيز عبد بقطع الشوكولاتة، بجد خطير وهيطلع معاكِ ممتاز. تعالوا نشوف يالّا حضّرناه إزاي. في بولة معايا هنا 175 جرام من الزبدة الطرية، هابدأ إن أنا أضربهم مع بعض وأفكّهم، بعد كده هانزل عليهم ب130 جرام من السكر البودر وأضربهم شوية حلوين، بعد كده هانزل عليهم ب 75 جرام من الزيت أو مِلّي من الزيت وأضربهم برضه، بعد كده هانزل عليهم ببيضاية وكيس من الفانيليا وأضربهم كويس جدًا، بعد كده هانزل عليهم ب30 جرام من الكاكاو، معلقة كبيرة من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وأقلبهم مع بعض، بعد كده هيكون معايا 370 جرام من الدقيق، أنزل بيهم تدريجيًا لحد لمّا العجينة تتلم معايا وتبقى طرية ومش بتشقق، ممكن ياخد أقل أو أكتر على حسب نوع الدقيق. بابدأ إن أنا أشكّله كده كورات، وبيكون معايا كده شوكولاتة مقطعاها مكعبات، بابدأ إن أنا أحطها كده عليه من فوق، باوزعها كده بالشكل ده، وبيدخل الفرن على درجة حرارة 190، بياخد 15 دقيقة وبيطلع معانا أحلى كوكيز ممكن